السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي شيوات راديا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما كاين لا معجنات لا بريستيج لا حتى شي حاجه. اليوم كاين المعقول وكاين غير التغماز، اللوبيا البيضاء او اللوبيا اليابسه. غادي نحضرها لكم بطريقتي ان شاء الله. انا هنا كنت مرطباها بليله قبل. بالنسبه للنوع ديال اللوبيا انا استعملت هذا النوع، هذا الشكل الطويل العادي. كنرطبها في المليله قبل كيف معروف. دابا غادي نصفيها. انا صفيتها من الماء وعبرتها لكم في الزلافه. بالنسبه للاخوات اللي مبتدئات في الطبخ بصفه عامه ومازال يعني ما كيعرفوا يديروا حتى شي حاجه، راه كاينين بنات اللي باقيين صغار ويلا كيتعلموا يطيبوا وكيطلبوني على الوصفات ديال القطاني. ان شاء الله غنشارك معكم وصفات اخرين. اليوم اللوبيا، مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم حاجه اخرى. المهم عبرت لكم في هذه الزلافه هذه، راها متوسطه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. غادي ناخذ طنجره الضغط، غادي نستعمل انا الكوكوط، ندير فيها اللوبيا، غادي نزيد عليها الماء، غادي نزيد الماء مازال، صافي. كنخليه بحال هكا، ما كندير لا ملحه لا حتى شي حاجه. غادي نسد عليها ونخليها طيب غير نص طيبه تقريبا، على حسب النوع ديال اللوبيا. كاين اللوبيا اللي دغيا كطيب وكاين اللي ما كطيبش دغيا. المهم انا غادي نخليها هذه تقريبا ربع ساعه 15 دقيقه. هنا بعد ما دازت ربع ساعه صافي غادي نحل عليها الكوكوط. نطيبوها غير نص طياب، هنا مازال خاصه شويه ديال الطياب. ناخذ هنا واحد الاناء غادي ندير فيه حبه كبيره ديال البصل اللي كنكون مقطعاها رقيقه، وغادي نزيد 6 المعالق كبار ديال صلصه الطماطم. انا بالنسبه ليا كنستعمل هذه او داك سوليس، كتعجبني بزاف، كتجي لذيذه في القطنيه، كتعطيها واحد المذاق لذيذ. الا ما متوفراش فغتشدوا غير حبه المطيشه تكون طايبه مزيان وتحكوها، او ديروا صلصه الطماطم او مركز الطماطم العادي، ولكن هذاك ما كننصحش به، يعني ما تكثروش منه. الا درتو غديروا غير معلقه صغيره. غنحتاج 3 الفصوص ديال الثوم اللي غنقطعهم، وعندي هنايا شويه ديال المعدنوس وجوج وريقات ديال الكرافس. كندير فيها الكرافس كتجي زوينه بزاف، غادي نقطعهم. دابا غادي نزيد الملح، عندي هنايا زيت الزيتون وزيت المائده، بالنسبه للقطنيه كتبغي شويه الزيت تكون كثيره. انا ما موالفاش كنعبر، دائما كندير غير عيني ميزاني. هنا كثرت زيت الزيتون. بالنسبه للتوابل غادي نستعمل سكينجبير، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار. الكمون مره كنستعملو مره لا، هاد المره ما غاديش ندير. غادي ندير الابزار، الفلفل الاحمر او التحميره، الخرقوم،
سكينجبير، تقريبا معلقه صغيره من كل حاجه، غير التحميره ما تكتروش. الا درتو هاد الصلصه اللي درت انا، صلصه الطماطم اللي درت، ما تكتروش التحميره بزاف. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. من بعد ما طابت اللوبيا نص طياب، بالنسبه لهاد الماء اللي كطيب فيه اللوبيا فانا ما كنحيدوش، لان كاين اللي كيحيد هاد الماء اللي تسلقات فيه اللوبيا وكيدير ماء جديد. فمن الافضل ما تحيدوش الماء اللي كتسلق فيه اللوبيا، لانه هو اللي فيه منافع كثيره ما كاينلاش نضيعوه. وغادي نزيد الشرموله اللي درت، ونزيد غير واحد شويه ديال الماء ونرجعها فوق النار. يعني نقفل الكوكوط وغادي نرجعها طيب تقريبا غير 5 دقائق، وكنحل هذيك الساعه الكوكوط ونخلي اللوبيا تكمل الطياب ديالها والكوكوط محلوله. كنت درت واحد شويه ديال الزعفران الحر او هذا الزعفران الشعره باش يسخن، وكنحكوه بين يدينا. هذه غير اضافه من عندي، تقدروا ما ديروهش، كنخليوه حتى الاخير باش كيطلق لينا هذاك المذاق ديالو. ونخليوه دابا هاد اللوبيا هكا بالكوكوط محلوله تكمل الطياب ديالها. وهنا قلت نشارك معكم حتى الطريقه ديال البطاطا مقليه. درت هنايا الماء حتى غلا في واحد الطنجره، درت بطاطا، غادي نزيد الملحه وواحد المعلقه صغيره ديال الخل، ونخلي هاد البطاطا تسلق ماشي بزاف، كتسلق غير واحد شويه نص سلقه. هنا اللوبيا راها وجدات، طفيت عليها. وهذه البطاطا شفتوا معايا راها ماشي مسلوقه، كنديروها في الماء غير باش كتلوى بحال هكا كيدخلها الطياب، وكنصفيوها كنخليوها حتى كتنشف ونبداو نقليوها. كنديروا غير حبه بحبه بحال ما كتبردش لينا الزيت. البطاطا اللي قليت زدت ليها شويه ديال الكمون وشويه ديال التحميره، تقدروا ديروا الحار كيجي زوين بزاف. وضروري اللوبيا كنقدموها مع الفلفله المقليه. هنا درت شويه ديال الفلفله حاره مقليه. هذه هي البطاطا كتجي زوينه بزاف، جربوا هاد الطريقه ان شاء الله تعجبكم. وبراد ديال اتاي والخبيز
ديال الدار. صافي هذا ما كان، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الطبق، والى عجبكم فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. خليوا لي لايك الى عجبكم، تعليق اسفل الفيديو. دمتم اوفياء، خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.